بص يا سيدي، وأنا بقرأ الخبر حسيت إن الموضوع شكله غريب شوية في الأول. إزاي لاعب ياخد حاجة اسمها مكافأة أخلاقية؟ بس لما تدخل في التفاصيل تكتشف إن القصة في فرنسا مختلفة خالص عن اللي متعودين عليه في إنجلترا أو عندنا كمشجعين. كيليان مبابي بعد معركة قانونية طويلة مع باريس سان جيرمان قدر يثبت إن النادي مديون له بمبالغ كبيرة من رواتب ومكافآت متأخرة، والمبلغ كله داخل في حدود 60 مليون يورو تقريبا، يعني حوالي 52.5 مليون جنيه استرليني. وسط كل ده طلع بند غريب شوية شد الانتباه، وهو إن باريس سان جيرمان ملزم يدفع له حوالي 1.5 مليون يورو، يعني تقريبا 1.3 مليون جنيه استرليني، تحت مسمى مكافأة أخلاقية. الاسم ده ممكن يضحك أو يستغرب، بس في فرنسا ده شيء طبيعي جدا. القانون هناك بيمنع الأندية إنها تخصم من راتب اللاعب الأساسي لأي سبب سلوكي، حتى لو اللاعب غلط أو خالف التعليمات. فالحل اللي الأندية لقطه إنهم يقسموا راتب اللاعب لحاجتين: مرتب أساسي وجزء تاني اسمه مكافأة أخلاقية. الاتنين مع بعض بيعملوا إجمالي دخل اللاعب. إمبابي كان بياخد مكافأة أخلاقية شهرية قيمتها حوالي 500,000 يورو، وده رقم مش بعيد عن اللي كان موجود في عقد نيمار قبل كده. ووقتها الناس افتكرت إن الفلوس دي مقابل التصفيق للجماهير أو تحية المدرجات، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. المكافأة دي مرتبطة بسلوك عام زي الالتزام بالمواعيد، احترام الحكام، التعامل بشكل كويس مع الرعاة، عدم المراهنة، وعدم الإساءة لصورة النادي بأي شكل. خبير الشؤون المالية كيران ماجواير شرح الموضوع ببساطة وقال إن الأندية بتهتم جدا بصورتها وبتحط بنود حسن سلوك عشان تحمي نفسها، وده مش موجود بس في الكورة، ده شفناه قبل كده مع نجوم كبار في رياضات تانية زي تايجر وودز ولانس أرمسترونج. باريس سان جيرمان نفسه استخدم البند ده قبل كده، اتحجب جزء من مكافأة ماركو فيراتي بعد ما اتظبط وهو سايق تحت تأثير الكحول، وحرمه حاتم بن عرفة من المكافأة لما غاب عن معسكر تدريبي، وحتى ليونيل ميسي اتعاقب لما سافر رحلة غير مصرح بيها للسعودية. الخلاصة إن مكافأة الأخلاق مش هدية ولا حاجة غريبة، دي جزء أساسي من العقد في فرنسا، والنادي لو مش عنده سبب قانوني يمنعها يبقى ملزم يدفعها. وده اللي حصل مع مبابي، اللي في الآخر خرج كسبان قانونيا وماليا، وحصل على حقه كامل، بما فيهم مكافأة الأخلاق اللي الناس استغربتها، وهي في الحقيقة جزء طبيعي من المنظومة هناك.